عايزاكي توضحي لابنك من هو عنده 10 سنين إن إحنا أساسا مكاننا الجنة، وإن إحنا هنا نزلنا على الأرض فترة زمنية معينة علشان نخوض فيها رحلة لتربية نفسنا، علشان نوصل لدرجة معينة، نوصل للمتقين للمحسنين للصابرين، عشان نعرف نرجع الجنة تاني. وإحنا في التجربة الأرضية دي مطالب مننا إعمار الأرض وتقديم النفع للناس. علشان كده احنا بندرس ونتعلم ويطلع مننا مدرسين ومحاسبين ومهندسين وحرفيين او فنيين، فده جزء من اعمارنا واصلاحنا للارض علشان نسهل الحياة علينا. بس احنا واحنا بنعمر وبنيسر علينا الحياة على الارض ما ننساش ان احنا نخوض رحلة لتربية نفسنا علشان نرجع لمكاننا في الجنة تاني. فاهمين ان الصلاة والصوم وقراءة القرآن والعبادات كلها هتساعده يبقى على الصراط المستقيم. وحقيقة ديننا إن ربنا عايزنا نبقى على الصراط المستقيم في كل أمور وجوانب الحياة اليومية، نستقم في سلوكياتنا، وهو ده أهم حاجة. فاهمين إن ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم لو هو أثر في العبادات، إنما السلوكيات اللي بتأثر على علاقته بالناس اللي حواليه في التعاملات اليومية أو الحقوق هي دي اللي ربنا بيحاسبه عليها، وبيبقى ليها ميزان وحسنات، وهي دي اللي بتوصله فعلا يبقى من المحسنين أو من المتقين أو من الصالحين. في 5 6 سلوكيات مفروض انك انتي تغرسيها فيه في السن ده من هو صغير، وتكوني حريصة ان هي تبقى في سلوكياته اليومية، وانه يتعلم ان هو يعدل سلوكه لو ظهرت التصرفات دي في سلوكياته اليومية، وهي الكذب والسخرية والحكم والغيبة والنميمة والنية السيئة. الحاجات دي لازم ياخد باله منها وما تكونش في سلوكياته اليومية. لاحظت ان الولاد وهم عندهم 10 سنوات بيبقى عندهم سخرية عالية جدا وتنمر واستهزاء على الولاد اللي حواليهم، ودي حاجة غلط جدا. بلاش انتي تعمليها في يومياتك قدامه، ولو هو عمل كده قوليله لا ما يصحش، ربنا ما يرضاش عننا لو عملنا كده. حتى لو هو ضحك مرة غصب عنه لما شاف حد وقع او اتخبط وهو ضحك عليه غصب عنه، قوليله يلا بقى نساعده ونطبطب عليه علشان نتبع السيئة بحسنة. بلاش تفرجيه على البرامج اللي فيها ناس بتتألم وناس بتضحك عليها، دي مش مصدر ضحك، علشان ما يتعلمش يكون عنده تبلد في المشاعر ولا مبالاة. فلو انتي بتتفرجي على النوعية دي من البرامج بلاش تتفرجي قدامه وتعتبريها حاجات عادية، وبلاش تسخري قدامه وتنكتي عليهم فيفهم ان دي حاجة بتضحك. علميه زي ما هو حريص انك انتي ما تزعليش منه، خليه كمان حريص ان ربنا ما يزعلش منه. قوليله لا، ربنا نهانا وقال لا يسخر قوم من قوم، فلازم نمتثل لأوامر ربنا علشان نبقى من المحسنين او الصالحين، فبلاش نعمل السلوك ده. الفتي نظره كمان ان الواحد ممكن يقابل موقف حصل ببعض اللطف او المسح علشان نخفف من الموقف، باعتبار ان احنا شعب بنحب النكتة، انما مش الغرض منه لا السخرية ولا الاستهزاء ولا التنمر.